السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حريشات ديال الذرة معمرين بحشوه بزاف لذيذه والبصله الخضريه مع الشحمه. نبدا ان شاء الله في الطريقه والتحضير. كما كتشوفوا معايا في الصوره، هذه الحشوه بقات لي في داك الحشوه اللي عمرت بها البطبوط اللي شاركت معكم في الفيديو السابق. غادي نزيد ليها البصله الخضريه. كتعجبني البصله الخضريه في هاد الحشوات ديال البطبوط وهاد الميني حريشات اللي كنسميوهم حنايا تعيشات في البلاد ديال الذرة. كتجي معاهم هاد البصله الخضريه في هاد الحشوات، كتجي بزاف لذيذه. داك النهار ما كانش عندي متواجده، خديت واحد الحبات اللي غادي نزيد مع الحشوه. نقيتهم من دوك الوراق اللي كيكونوا صفر ودبالين وغسلتهم مزيان. غادي نقطعهم قطع صغيره غير بالموس، ما بغيتش نطحنهم في الهاشوار باش ما يطلقوليش الماء، باش ما تجينيش الحشوه ميها. كما كتشوفوا معايا في الصوره، الحشوه راه عندي فيها كل شيء، فيها التوابل، فيها الربيع. غادي نزيد معاها غير البصله الخضريه وشويه ديال القزبر، حتى هو كيجي بزاف لذيذ مع هاد الحشوات ديال البطبوط وديال الحريشات ديال الذره. وحتى الحباق الا كان عندكم متواجد ضيفوا، كيجي في هذا الحشوات بزاف لذيذ وزوين وكيعطي واحد الريحه زوينه. بعد ما ضفت البصله مع الربيع ولا القزبر، غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه حيت غادي تكون ناقصه بعد ما زدت هاد البصله. وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه، هذه ماشي ضروري، ضفتها باش تطلق ليا الشحمه وتنسجم مع البصله اللي ضفت ليها. هكا غادي نخلط مزيان حتى ينسجموا المكونات. بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو اللي شاركت معكم ديال البطبوط، الحشوه فيها الشحمه طبعا والبصله وشويه ديال الكفته اختياريه، الا ما كانتش عندكم ما تضيفوهاش، والتوابل اللي هي الخرقوم، البزار، سكينجبير، وواحد دروس ديال الثومه وشويه ديال الملحه على حسب الذوق، وواحد الحبات ديال الخيزو اللي محكوكين في الحكاكه الغليظه، والربيع. بعد ما حضرت الحشوه خليتها جانبا. دابا غادي نحضر العجينه كما كتشوفوا معايا فيها زلافه ديال الدقيق ديال الذره وزلافه ديال الدقيق ديال الزرع بالنخاله ديالو. الدقيق ديال الزرع غير اضافه من عندي، بعد ما جربتها بهذه الطريقه جات زوينه، وبقيت كنخلط الدقيق ديال الزرع بالدقيق ديال الذره. اما الوصفه الاصليه اللي كيصاوبوا الناس ديال البلاد فهي غير كيحضروها بالدقيق ديال الذره بوحديته مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره ديال العجين، وكيجمعوه بالماء بارد من الروبيني وكيديروها بحجم عائلي. صراحه كتجي بزاف لذيذه وبنينه، خاصه في يامات اللي كتكون البصله الخضريه مع القزبر والحبق وشويه ديال الحار، هادو كيعطيهم واحد النسمه زوينه في هذه الحشوه. بعد ما غربلت الدقيق كما كتشوفوا معايا في هذا الاناء، غادي نضيف له واحد 4 كاس ديال الزيت وواحد المعلقه ديال الزبده ديال الاكل الا كانت عندكم تكون احسن، كتعطي واحد النسمه زوينه. وغادي نضيف واحد الخماره ديال الحلوى. هادو كلهم اضافات من عندي، يمكن لكم تستغنوا عليهم. كما سبق لي وذكرت في الوصفه الاصليه فيها غير الدقيق ديال الذره مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره ديال العجين وكتجمع بالماء. هنا ضفت معلقه صغيره عامره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين، وغادي نجمع بالماء من الروبيني. هاد جوج زلايف ديال الدقيق الا كانوا ممسوحين كتجمعهم زلافه ديال الماء، كيجي القياس هو هذاك. كما شفتوا معايا انايا عمرتهم شويه مقببين، جمعتهم بزلافه وربع ديال الماء بارد من الروبيني. بعد ما ضفت الزيت والزبده والمكونات الاخرى
كنبسس وكندخل الزيت مع الزبدة حتى كتلبس الدقيق بالزبدة والزيت بحال الشكل اللي كنحضروا به الحرشة ديال السميدة. عاد كنجمع بالماء كما كتشوفوا معايا، كندعكها هكا بيدي حتى كتلبس مزيان وكتدخل فيها اليدام. عاد كنجمع بزلافه وربع ديال الماء. كما سبق لي وذكرت معكم، الا ما عمرتوش الزلايف راه غادي دير لكم غير زلافه ديال الماء. كنضيف الماء بالتدريج وانا كنجمع العجينه غير بالصبعان، ما كنعجنهاش. كما كتشوفوا معايا كنضيف الماء بالتدريج وكنجمع حتى كنحصل على عجينه متماسكه وكتجمع في الكف ديال اليد كما كتشوفوا معايا في الصوره، ما تكونش كتلصق. غادي نغطي عليها وغادي نخليها ترتاح واحد شويه غير بما جمعت المعينات اللي خدمت بهم، وكنبدا نطيب فيها. غادي ناخذ مقله اللي غادي نطيب فيها، غادي نوضعها فوق النار حتى كتسخن واحد شويه. هنايا عندي واحد الزليفه فيها شويه ديال الماء اللي غادي ندهن به يدي باش نشكل العجينه، وزليفه اخرى فيها شويه ديال السميده ديال الزرع اللي غادي نمرر فيها العجينه باش ما تلصقليش في الغطايه اللي غادي نشكلها بها، اللي هي الغطايه ديال الشكلاط. نتوما شكلوا باي حاجه عندكم، ولا ما بغيتوش ديروهم صغار ديروها بحجم عائلي. هنايا كما كتشوفوا معايا كندهن يدي بشويه ديال الماء وكنقطع واحد شويه ديال العجينه غير عيني ميزاني على حسب الحجم ديال الغطايه اللي غادي نشكل بها. كناخذ العجينه كنبسطها كما كتشوفوا معايا واحد شويه في الكف ديال يدي، كنوضع فيها معلقه ديال الحشوه وكنجمعها بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا حتى كتغطى لي الحشوه كامل بالعجينه. كنغلقها مزيان وكنكورها بهذه الطريقه ما بين يدي باش تجمع لي، وكنمررها في السميده ديال الزرع. ما كانتش عندي متواجده السميده ديال الحرشه هي اللي كنستعمل، وكنوضعها في الغلاقه ديال الشكلاط هي باش غادي نشكلهم. كنبسطها هكا بيدي حتى كتاخذ الحجم ديال هاد الغلاقه، وكنقد ليها الوجه ديالها بالمعلقه باش ما يترصيوش فيها الصبعان، وكنقلبها في المقله اللي شعلت عليها من قبل كتسخن. وبنفس الطريقه كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي. كناخذ واحد القياس ديال العجينه كنبسطو في يدي كما كتشوفوا معايا، كنوضع وسط منها معلقه ديال الحشوه وكنغلق العجينه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. كنجمعها في الجناب وكنجيبها للوسط وكنغلقها وكنكورها وكنمررها في السميده حتى كتلبس السميده مزيان. كنمررها في جهتين بجوج حتى كتلبس بسميده مزيان باش هكا ما تلصقليش في الغلاقه، وكنحطها في الغلاقه وكنبسطها مزيان حتى كتاخذ الشكل ديال الغلاقه، وكنقاد ليها الوجه ديالها بالمعلقه باش ما يترصيوش فيها الصبعان، وكنقلبها في المقله وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. بعد ما طابوا في الجهه الاولى وخداو هاد اللوين الذهبي قلبتهم للجهه الثانيه، تحمروا وخداو هاد اللوين الذهبي كنحيدهم وكنوضع وحدين اخرين وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. غادي نحيد هادو اللي طايبين وكنوضع وحدين اخرين، واللي بانت لي طابت وتحمرات وخدت هاد اللوين الذهبي كنقلبها للجهه الاخرى كما كتشوفوا معايا. هادو طابوا وتحمروا قلبتهم الوجه الثاني، تحمروا وطابوا وخداو هاد اللوين الذهبي الموحد على نار متوسطه، ما تكونش منقوصه وما تكونش مجهده. بعد ما طابوا غادي نحيدهم ونتلاقاو باش تشوفوهم
في طبق ديال التقديم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. صراحه كيجيو بزاف لذاذين وفتيين، اكثر من هادشي صحيين، حيت مصاوبين بالدقيق ديال الذره والدقيق ديال الزرع بالنخاله ديالو. هذه هي الكميه اللي خرج لي هذا القياس ديال العجينه، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وصلت النهايه ديال الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.